أهرب من القنبلة بقذائف النابالم اللي سلمها الجيش الفرنسي للجيش المغربي، واللي استعملت في أم ضيقة ضد النساء وضد الأطفال وضد الشيوخ. فرنسا تقول اليوم أنني محايدة. قلت أيها الإخوة، احنا انتهجنا خط واضح بالنسبة لهذه القضية. قلنا نحن ضد سياسة القوة، مناش في حاجة إلى سياسة القوة، وقلتها في كثير من المناسبات أمامكم. المغرب يطالب بالصحراء، وموريتانيا تطالب بالصحراء، والجزائر لا تطالب بالصحراء. الجزائر ما عندها حتى طلب، رغم هذه عامين وإحنا نتكلم والناس ما زالوا يفسروا الخلفيات نتاعنا كأننا احنا ما نعرفش نهضر وما نعرفش نتكلم، بأننا باغيين نخرج الحديد نتاعنا، ماناش الحديد نتاع غرج بلاد ماناش قادرين نخرجوه على الشمال، خاصنا نخرجوه على الصحراء، بأننا باغيين ممر، بأننا باغيين الفوسفات. لا، نعم، ملك المغرب قال ان الصحراء نتاعك قلنا له الله يعاونك. مختار ولد دادا قال الصحراء نتاعي، قلنا له الله يعاونك. ملك المغرب قال ساعدوني على ولد دادا، قلنا له ما نمشيش. الكلام هذا قاله لي انا في تلمسان. قلت انت راك تطالب وولد دادا يطالب، احنا لا نطالب بشيء. لكن كلهم أنسوا حقيقة، وهي رد فعل الشعب الصحراوي نفسه. هالكلام هذا قلناه في كل المحافل وما نحشمش به لما نكرره اليوم. الظاهرة الحقيقية هو أنهم للزوج انساو يعني لما كانوا عايشين الأحلام، أحلام التوسع، انسوا الحقيقة المرة وهي الشعب الصحراوي. سياسة بلادنا واضحة، لسنا ضد المغرب أبدا، لسنا ضد موريتانيا أبدا، لكن احنا ساعدنا ونساعد الشعب الصحراوي، ساعدنا ونساعد الشعب الصحراوي. لما الشعب الصحراوي رفض باش يذبح، لابد أن تفهموا حاجة، عشرات الآلاف مهددة بالذبح. لما رفض باش يذبح، خذ السلاح باش يدافع عن الحدود، باش يدافع على بلاده. قيل أن الجزائر تساعد، نعم أنا نساعد، وأن الجزائر هي اللي خلقت المشكلة. موقفنا واضح كذلك، ما خبيناش، واعترفنا بالحكومة المؤقتة تاع الشعب الصحراوي، ما خبيناش، هذا معروف. التاريخ يحكم علينا ولا يحكم ضدنا، هذا موقف أخذناه. لكن هل ممكن أن بقرار حكومي بمرسوم رئاسي أن نبعث الناس يموتوا؟ هل ممكن؟ نعم، كل واحد يقدر يسلح ناس، وحتى الرجعية المغربية راها تحاول تسلح ناس باش يضربوا الثورة الجزائرية، وحتى غولات الجزائر الفرنسية كانوا يسلحوا ناس باش يجيوا يضربونا الآن بالعاصمة. راكم تتذكروا، كل واحد قادر يسلح، لكن فين هو الإيمان، فين العزيمة، فين الإرادة؟ قادرين نسلحوا لكن ماناش قادرين نبعثوا الناس هذو يروح يموتوا، وهذا الناس قرروا باش يموتوا من أجل الوجود نتاعهم، من أجل أن يعترف بهم، من أجل أن لا يحرموا من حبات الرمل نتاعهم ونتاع آبائهم وأجدادهم. إذن خلفيات هذه القضية
فرنسا من الأول، يعني الحكومة الفرنسية من الأول كانت في هذه المعركة. بجانب المغرب وبجانب موريتانيا حتى دكار. تعرفوا فرنسا عندها قواعد في دكار، قواعد للدفاع عن من؟ عن مصلحة من؟ لصالح من؟ لكن اللي وقع في المدة الأخيرة أن المعركة اشتدت في الصحراء صحيح، وأنه رغم وجود 30,000 أقول 30,000 جندي مغربي في الصحراء، ورغم الحلف المقدس بين المملكة المغربية وبين عاملها في نواكشوط أو ما يسمى بالدفاع، اتفاقية الدفاع المشترك، الدفاع المشترك، رغم أنه المرحلة الثانية قال نعمل دفاع مشترك باش نقضي على الصحراويين، على الجيش الوحدات الصحراوية. بحكم هذه الاتفاقية هناك وحدات من الجيش الملكي تحتل اليوم عين بنتلي اللي هي تهدد حدود بلادنا، تهدد تندوف، وعين بنتلي هذه سلمها ولداد الملك المغرب، وكل واحد يقدر باستطاعته أن يحقق هذا الكلام. رغم وجود الجيش المغربي في بير مقرين، رغم وجود الجيش المغربي في دخلة، رغم وجود الجيش المغربي في الزويرات، رغم وجود الجيش المغربي في أطار وفي نوادبو، ما استطاعوش أن يسيطروا عن الواقع، ما استطاعوش أن يسيطروا عن الحالة، عن الحالة. لأن القضية الصحراوية بفضل كفاح أبنائها ماشية وتشق في الطريق نتاعها. هنا